في الأرض ولا في السماء ورشد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. في زاوية البيت وجوانب البيت وقدام البيت والفرشة بتاعتي كلها والسراير والأنتريه والمكان اللي انت كنت بتحس ان فيه نفس جنبك او تحس ان اي حاجة موجودة وراك او كائن تاني موجود او الاماكن اللي بتحس ان هي بتتحرك في جسمك، كل مكان من ده ترش بالبخاخ ده. ودايما حسيت الضيق، حسيت باي حاجه، رش على وشك بالميه المقروءه عليها، وتاكدي تاكدي تاكدي ان شاء الله هيكون في العلاج والشفاء ان شاء الله. وخلي عندك يقين ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علامات لو ظهرت عليكي اعرفي دايما وتأكدي ان انت هيكون عندك سحر، لا اما سحر سفلي او عشق او سحر معمول لك للتفرقة بينك وبين زوجك. طب ايه هي العلامات وازاي اقدر اعالج نفسي بيها، وازاي اقدر لو جالك معالج وقالك ان انت عندك علامات معينة، ازاي اعرف المعالج ده بالفعل معالج حقيقي ولا نصاب ويستغلك؟ ان شاء الله انتظرونا في الفيديو هقول لكم على العلامات. بس قبل اي حاجة دلوقتي اعملوا لنا سبسكرايب ولايك وانزلوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ويلا بينا نشوف. يلا بينا. في البداية هقول لك ايه العلامات اللي لو ظهرت عليك هتعرف ان انت عندك سحر. اول حاجة تعالوا نصنف السحر معانا الاول. في عندك سحر عشق، وده الاغلب بيكون مع الستات اللي هم الجميلات الانيقات. الست اللي هي الجميلة اللي دايما بتكون تحب ان هي تتزين وقاعدة قدام المراية 24 ساعة، وان هي دايما بتكون مفتونة بجمالها. فده ربما ما يكونش له علاقة من جانب خارجي، وربما يكون له علاقة، يعني ايه جانب خارجي؟ يعني ممكن في الاغلب ما يكونش ليه تدخلات خارجية، يعني ما فيش حد ان هو عمل لك سحر معين او ان هو عمل لك عمل فبناء عليه كان في سحر ايه بالمنظر ده وان هو سحر العشق. طيب ربما يكون له علامات خارجية برضو، في الاغلب ربما او يعني بنسبة قليلة جدا هيكون لي علامات خارجية. طيب اعرف ازاي ان انا عندي سحر عشق؟ هقول لك تعرف ازاي. اولا لو انت جيتي تنام مثلا على السرير شميتي ريحه نفس حواليك جنب ظهرك مثلا، لو العلامات دي موجوده انتبهي معايا، لو العلامات دي موجوده عندك او العلامات دي ظهرت عليكي فورا تسمعي الفيديو ده، لان هقول لك على العلاج بتاعه في نهايه الفيديو ان شاء الله. سحر العشق يا جماعه ان انت ممكن تكون قاعده على السرير تمام ونايمه، تبداي تحسي ان في روح او في حد قريب منك ملتصق بيكي جدا. طيب ده كده. في علامه ثانيه، في علامه ثانيه ان انت يظهر لك علامات او كدمات سودة في جسمك، تصحي من النوم تلاقي دراعتك كلها زرقاء، رجلك كلها زرقاء. في علامه بقى اكيده اللي هي ان انت دايما بتحلم كوابيس، بتحلم بالمقابر، بتحلمي ان حد بيخنقك، بتحلمي ان انت في مرتفعات عاليه وتنزلي مثلا، بتحلمي ان دايما ان في حاجات بتيجي على اماكن معينه او حساسه في جسمك، الاماكن دي مخصصه بزوجك بس، الاماكن دي بيحصل فيها التصاق او حاجه قربت منها، اللي هي الاماكن دي مخصصه بالعلاقه الزوجيه، وتحس ان في تحركات في الاماكن دي، تاكدي ان انت عندك علامات من علامات سحر العشق. في جن موكل ان هو في جن بيحبك بالبلد كده. طب نعالجها ازاي؟ هقول لك نعالجها ازاي، بس قبل ما اقول لك نعالجها ما تنسوش واحنا بنتكلم تعملوا سبسكرايب للقناه وتضغطوا لايك وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. طيب هقول لك تعالجها ازاي بسرعه، بس قبل ما اقول لك تعالجها ازاي تعالي اكتشف لك ان لو انت رحت لاي معالج ده بيضحك عليك. اولا لو رحت لاي معالج وقلت له ان الاعراض الموجوده دي عندك، جاب لك حاجه اسمها الحلتيت، جاب لك حاجه اسمها حاجات معينه او طلب منك ان انت تشربي خل، اعرفي ان هو نصاب. جاب لك الحلتيت ده تمام وانت رجعتي اعرفي ان هو نصاب، وقال لك انا عاوز منك مبلغ معين من المال، اعرفي ان هو نصاب. لو جاب لك حاجه اسمها الترياق بيروح يجيبه من عند العطار، برضه تاكدي ان هو نصاب. ربما هي بتساعد في علاجات معينه، بس انت علاجك الاول والاخير والاكيد هو القران، لا اكتر ولا اقل. القرآن هقول لك ازاي وايه الاشياء اللي انت هتعمليها وتمشي عليها علشان تتعالجي. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه هتروحي لو انت عندك العلامات ديت هتجيبي لي حله كويسه من عندك كده او اناء كبير وتمليه ميه. بعد كده هتروحي لاي عطار وتجيبي لي ميه ورد، او ان انت تجيبي روح ورد خام خلاص. وهتجيبي لي برضو ازازه مسك تكون درجة أولى تمام، مسك إنجليزي. ليه المسك الإنجليزي يا جماعة؟ المسك ده فواح. طب هنعمل إيه؟ إحنا كده عاوزين نعالج سحر العشق. دايما بيجي لك تسرعات، دايما بيجي لك تشنجات، دايما بتكوني متضايقة، دايما بيكون مش طايقة جوزك جدا بالذات في العلاقة، دايما بتحس إن البيت مخنوق عليك، مش طايقة نفسك، مش عارفة تعملي إيه.
معلش الفيديو كان فاصل يا جماعه. طيب قلنا ان احنا هنجيب اناء، الاناء ده هنجيبه ما هيكون في ميه طاهره وميه كويسه، وهنرجع تاني نقول لكم ان احنا لازم يكون عندنا ميه ورد او روح ورد. تمام، اي حاجه فيها روح ورد، الجن او اي شيطان او اي طاقه سلبيه بتهرب من الحاجات دي، لان طبعا اغلب الجن والشيطان ده بيكون طاقه سلبيه، فاحنا بنحاول نقاوم الطاقه السلبيه بطاقه ايجابيه. طيب هنعمل ايه؟ هيكون معانا الميه، وهنبدا نقرا عليها ايات الرؤيه الشرعيه، على افتراض ان ده الاناء اللي احنا جبنا في ميه، بس احنا هنجيب اناء كبير لان هنشرب وهنغتسل وهنرش البيت منين؟ من الميه دي. على افتراض ان ده الاناء اللي معانا، هنبدا نجيب ايات الرقيه الشرعيه. لو احنا مش حافظينها هنجيبها من على النت، بتكون مكتوبه على النت ونمسكها على افتراض كده، وهنبدا نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وابدا اسرد واقرا ايات الرؤيا الشرعيه. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اقرا وانا بقرا ايات الرقيه الشرعيه، اي نفس خارج مني او اي حاجه خارجه مني عاوزه تنزل في الميه، اي حاجه يعني مثلا اي نفس خارج مني او اي سامحوني يعني اي تعتعب الكلام متخرج ميه من بقي، انا عاوزها تنزل فين؟ في الميه. تمام. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وابدا اقرا ايات الرؤيا الشرعيه كلها. تمام. والماثور في الرؤيا الشرعيه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اقرا كل حاجه موجوده في الرقيه الشرعيه بالمعوذتين بكل حاجه، ولازم يكون اليوم ده اكون على طهاره. طيب بعد كده وانا جايب بميه الورد فاتحها واحطها فين؟ واحطها على الماء المقروء عليها القران. تمام. او جايب روح الورد واضيفها على الميه. بعد كده ابدا ان انا اجيب، قلت لكم ان احنا بنجيب معانا من اي، نروح لاي عطار ونجيب منه ب5 جنيه ورق سدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقليل من سدر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. بجيب ورق السدر وابدا اغليه ب5 جنيه واضيفه على الميه، وابدا اشرب انا من الميه ديت واسقي البيت كله من الميه ديت. طيب ده في حاله لو انت عندك ايه؟ لو انت عندك سحر عشق، ابدا اشرب من الميه ديت واغتسل منها. بس اغتسل منها فين؟ قبل ما اغتسل منها بضيف عليها ازازه المسك ديت اللي هو المسك الانجليزي، اضيف عليها كويس وابدا اغتسل منها، بس ما اغتسلش فيها في الحمام لان ديت هتكون ميه طاهره، هتحس ان في حاجه عاد في تغيرات ايجابيه في البيت. خلاص كده؟ لا مش خلاص كده. بعد كده اجيب الميه اللي عندي بعد بشرب واغتسل منها، املى. شفتوا انتوا البخاخ ده اكيد موجود في كل بيت اللي هو المعطر ده، ابدا املى انا عندي البخاخ ده من الميه ديت، وابدا ارش على ايه؟ على اماكن الفراغات والزوي والاماكن اللي هي الاجحار اللي موجوده في البيت، يعني على زاويه من زوايا البيت ابدا ارش. اعوذ بكلمات الله التامه ورش. اعوذ بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ورش. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. في زاويه البيت وجوانب البيت وقدام البيت والفرشه بتاعتي كلها والسراير والانتريه والمكان اللي انت كنت بتحسي ان فيه نفس جنبك، او تحس ان اي حاجه موجوده وراك او كائن تاني موجود، او الاماكن اللي بتحس ان هي بتتحرك في جسمك، كل مكان من ده ترشي بالبخاخ ده. ودايما حسيت الضيق، حسيت باي حاجه، رش على وشك من الميه المقروء عليها، وتاكدي تاكدي تاكدي ان شاء الله هيكون في العلاج والشفاء ان شاء الله. وخلي عندك يقين ان مفيش اي حاجه تصيبك ولا هتضرك الا باذن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في القران وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فما اروحش لاي عطار، ما اروحش لاي دجال، ما اروحش لاي حد، لان مفيش اي حد هيخلصني من العمل اللي اتعمل لي او من الاذى اللي عندي الا بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وان شاء الله ربنا يبعد عنكم اي حاجه وحشه وهيسعدكم في حياتكم ان شاء الله. دعما ليا في الاخر ما تنسوش ان شاء الله تعملوا معايا، تعملوا سبسكرايب للقناه وتضغطوا بلايك وتنزلوا تحت في الكومنتات تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتقولوا لي بتحسوا بايه؟ بتحسوا بايه؟ في حالات تانية كتير وفي حاجات تانية كتير بتظهر، حاجات تانية كتير بتظهر. يعني مثلا في حد عنده جن عشق، في واحد تاني عنده مشكلة تانية. اكتبوا الحاجات اللي عندكم ان شاء الله في الكومنتات وان شاء الله، وشيروا الفيديو يا جماعة. اهم حاجة تشيروا الفيديو عشان استمر معاكم ان شاء الله. طب ايه السبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده؟ السبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده
ان جالي حالات كتير والله العظيم. جالي حاله النهارده برضو والله اليوم ده اللي اداني فكره الفيديو. جالي حاله النهارده قالت لي ان في واحد معالج عاوز مني مبلغ كذا، وقال لي انت عندك كذا وكذا وكذا ولازم تعالجي، ولكن انا عاوز اقول لك عالج نفسك بنفسك، ما جعل الله من داء الا وله دواء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكم ابو ملك العطار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.